وكتبان لهم مزيانه. علاش؟ لان فريق الوداد مشى عصبه الابطال في النهايه ديالو، وكان كامل ممكن انه يفوز بعصبه الابطال لولا نقولوا الحظ. مشى لاخر لحظه، لان في الدقيقه 92 من اخر دقائق البطوله كان الوداد الرياضي بطل الموسم، لكن رضا سليم يسجل ضربه جزاء. موعد القص تكلمتي قبيله على اساس ان رغم ذلك ففريق الوداد الرياضي يشكو من عده علات مصدرها هو التسيير الانفرادي. هادشي اللي بغيتي تقول. او قلت لك راه الوداد بحال شي واحد مريض بلوبيزيتي، وهذيك لوبيزيتي كتجيب امراض عرضيه وامراض جانبيه. وقلت لك لوبيزيتي هي التسيير العشوائي والانفرادي ديال سعيد الناصري، وكيجيب معاه امراض جانبيه اللي هي اختيارات ديال المدربين، سوء التحضير، اللاعبين اللي تعاقد معاهم الوداد اللي ماشي من الكاليبر ديال الوداد. واخا يقول لي اي واحد شنو يقول ممكن يقول ولكن لي بعض المرات النتائج اللي كتحكم هذا السي لا النتائج. راه واش هاد النتائج اللي تا واش عبر الوداد قلعوك؟ راه ما كاينش اقلاع. راه لو انه انا بالنسبه لي شي الوداد تعاقدوا مع واحد، واش فريق خارج من عصبه الابطال متوج بعصبه الابطال مع المدرب السابق وليد الركراكي فاز ببطوله وطنيه، باع العقد ديال اللاعب اشرف داري ضمن مداخل ماليه مهمه جدا يعني في الموسم الماضي، وبديتي بالتعاقد مع لاعبين ديال فتح سباته مع احترامي لفريق فتح سباته. راه الوداد هادي راه خاصك كندوي على واحد لو ليفو. شي انديه بحال الوداد، بحال الرجاء، بحال الاصفار، بحال نسبيا الفيوس، راه خصهم يتعاقدوا مع لاعبين من لو كاليبر ديالهم اللي يخولوا لهم يلعبوا على الواجهه يعني المحليه. اذا كان شي اصابه ولا شي هذا كيخرج هذا يدخل هذا يقلب علاش انا الامر. قلت لك الجيش قياسا على المستوى او لا على التحضيرات ولا المجهود اللي قاموا به المسؤولين ديالو كيستحقوا، لانهم داروا تعاقدات اشتغلوا وسيبلي سيبلي يعني ماشي ما كانش. جابوا كاك ورا الناس بلي حتى في وقفوا الميركاتو الشتوي تا هو راه جابوا واحد جابوا مصطفى اللاعب الصهد اللي كان كيدور لا في السؤال، وحدراف. اييه وزكريا حدراف اللي هو قريب اقرب الفريقين وداد والجيش والرجاء من الجيش يعني خداوه الجيش. خداو يعني من الجديده. فالرجاء صحيح واحد لو كان خاص لانه كاينه مشاكل الديكوراسيون بيني تراكمات. وبينك واحد كون دخلت عليه الرجاء الوداد كره السومه ديالو طلعت. ترى من شوف دخلت عليه غير الجيش كره دابا مشاو باثمان معقوله. انت قبيله سولتي عادل الصمادي على التعاقدات، راه الجيش داروا تعاقدات، راه خداو الحارس ديال اتحاد توارقه. الناس لعبه على البطوله يعني اشتغل الموسم كتحضر المقبل موسم مقبل. اربعه لعابها اسفي خياطي ولاعب ولكن مازال ما علوش عليها ولكن رسميا. صافي كاينين يوسف راه ما يعني غيعلوش عليهم. انت عندك شي اخبار بان راه داك الشيء كاين غيكون خياطي الحارس اللي استبعدوه فريق اتحاد توارقه لما عرفوا على انه تعاقد مع فريق الجيش الملكي. سينا بري كونطرا لاريير غوش لارير غوش ديال اولمبيك اسفي. كاين جوج اللاعبين الاخرين اللي تعاقد معهم فريق الجيش. هذا فريق اللي كان كينافس على لقب بطوله وطنيه واللي توج بلقب بطوله وطنيه، وراه بدا التعاقدات ديالو لانه عارف الموسم المقبل شاق وشاق جدا. الوداد اللي غتلعب في شهر 7 بعد اسابيع قليله البطوله انا العربيه. غندير لافوكا دو ديال وغنقول لك اودي راه كانوا لاعبين مثلا بحال بوسفيان بحال سامبو، هادو لاعبين بحال زولا، هادو لاعبين حتى هو جابوا مساعد النصير يمكن قبل ما يكون مدرب او لا بدون رضا المدرب ونجحوا. حيت انا حيت حيت كاين لاعبين معاد ما يمشي كلشي يقدر يصدق. انا ما نتفقش معك. انا صامبو ولا زولا عرفتي علاش ما نتفقش معك؟ خلي العروض ولا الارقام ولا، حيت ملي كتجيب لعاب الوداد راه خاصك تجيب لعاب بناء على احصائيات من هذا العام اللي جاي. راه خصو يكون جاي من الفريق اللي في المستوى، العام اللي عنده تجربه اللي عنده احصائيات ولعب في المستوى العالي. صابوا مع احترامي ليه ولو انه لها الموسم كمتصدر ديال الهدافين ديال البطوله الوطنيه، انا بالنسبه لي ماشي من الكاليبر ديال الوداد. راه خصك لعاب جاي من شامبيونه مزيانه اللي سبق لي خد تجربه ما ولعب كيصدقوش. ما يصدقش. ولكن كندوي على اسس علميه. راه ماشي اللعابه كلهم غيصدقوا. راه الجيش جابوا بزاف ديال اللعابه، راه كاين اللي ما صدقش فيهم، كاين اللي ما تاقلمش. ولكن راه كتشوف على انه كانوا مجموعه من اللاعبين اللي كان اجماع في البطوله الوطنيه لانهم من الافضل ما خداو فريق الجيش الملكي. يقدر اللاعب ما يعطيش هذا الموسم، ولكن الموسم المقبل غيعطيك يتادابطا يتاقلم مع الاجواء ديال فريق الجيش الملكي. بخلاف الوداد لما ضمن سعيد ناصيري مداخل ماليه مهمه الموسم الكروي الماضي، سواء من خلال التتويج المشاركه ديالو ديال العصبه تتويج وضمن العصبه العصبه واشرف الابطال. داري اللي واشرف زاد داري مدد معاه باش الوداد تضمن ووافق المداخل. ووافق اشرف داري. وانت عارف راسك غتلعب كاس العالم للانديه وعندك فيها مليون ديال الدولار. دو لي بريفيزيون كنتي على الاقل كتقول واحد 4 مليون ولا 5 مليون غتجي من لا كوب دي موند اللي تلعبات في قطر، واللي لا يعني في مبلغ اكثر لما وصلوا يعني المنتخب اللاعبين تبدد المقع ديالهم حتى المباراه ديال الترتيب. فيعني لي بريفيزيون مع الجمهور مع المستشيرين، عارف راسك عندك واحد البيدجي اكس ولا ايكغيك تقريبا يكون عندك في الموسم. يقدر ينقص يقدر يزيد شويه. فكان المفروض عليك تجيب لاعبين بالمستوى العالي والتحضيرات تبدا بشكل مبكر. انت راك مقبل على منافسات وعده واجهات، ف كان خصك تبدا تتعاقد مع لاعبين بالمستوى الجيد قبل تجيب مدرب. وانت مشيت تعاقدت مع الحسين عبوته
اللي كان عنده عقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، يشرف انذاك على تدريب المنتخب المحلي او بين قوسين المنتخب الاولمبي اللي كان المفروض يشارك في الشاط ديال الجزائر. فلما قلتي انتظرتي بزاف، ما جبتيش مدرب، خليتي الفريق كيتدرب فقط مع المدير التقني وعبد الاله صابر في اكادير، جبتي الهبه ديال اللفطي اللي ما عندوش تجربه كبيره، درب فريق يمكن في القسم الوطني الثاني في اسبانيا مشى جاب داك اللاعب الكاميروني اللي والله كينزي وفي الميركاتو، ولا انسيستي عليه باش يلعب ان طونك افون سونتر، ولكن السيد ما ولا ما عرفتش وكان عنده بوك دو كومبيتيسيون يوسف هو بعدا شي 4 شهور ما لعبش. وجبتي مدرب ما عندوش تجربه، ما عندوش شي فرقه ولا جوج في اسبانيا، ما كيعرفش وضيع مشاركه الوداد في كوب دي موند. كان ممكن يمشي فيها الفينال على الاقل، كان يعادل الانجاز ديال الرجاء الرياضي. لا على الاقل بعد يدوز ذاك الماتش ديال فلامينغو. اكيد كان صعيب، ويكون داز فلامينغو ديك الساعه هضره اخرى، ممكن ان الوداد يمشي لابعد نقطه. كان لعب ديال الهلال ويدوز فلامينغو، كان ممكن يمشي الفينال سهله. ضيعتي بزاف. كلا اللاعبين وتعاقدتيش مع لاعبين بالمستوى العالي وتاخرتي، لانه الاكيد انه الوداد كيوصلوا سيفيات ديال اللاعبين ممتازين، وهو اللي اختار صامبو وخلى يمكن لاعب ديال 500 ولا 600 مليون، لانه السنغال ثاني راه الامكانيات. لا وحنا دوله لي بريفيزيون يوسف، شحال ديال الفلوس دخلت؟ غتقول لي جيرار شنو لي تيش، شحال غيدوز لي تيش كاع؟ حيت علاش كيكون ما كيكون داك لو ديكالاج ما بين لي روسيت ايفونتويل اللي غادي يدخلوا مع انت اللي خصك ديبونسي، خصك تكون كتمول هذيك المرحله. انت غير كتقول لي الكاف ما كتعطل عليك في الفلوس، خصك انت تجبد من جيبك باش تمول. الكاف دابا هاد النسخه هذه اللي الوداد لها فيها عصبه الابطال كوصيف ديال البطل، بعد ايام قليله غادي يفيرسي 3 مليار، غادي يفيرسي 3 مليار بليطو 2 مليار ديال الوصيف ومليار ديال المشاركه في السوبر ليغ اللي غتلعب في شهر 10. هاي ضامنها يعني هذه فرصه باش هذه. راه شوف الفلوس كدوز. بغينا ولا كرهنا القجع كيدافع على مصالح الانديه الوطنيه في المنافسات القاريه وكيخلي الكاف. هشام بالنسبه لك هادشي اللي قال معاذ